في فيديو النهاردة قررت اعمل مقلب في اصحاب اليوتيوبرز. كلمت اصحاب اليوتيوبرز وقلت لهم اني مطرود من البيت ومش لاقي حتة انام فيها. تفتكروا هل هيساعدوني في المصيبة ديت ولا هيبقى لهم رأي تاني؟ عشان تعرفوا اللي حصل في الفيديو اتفرجوا عليه للاخر. دلوقتي يا جماعه زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو ان احنا هنكلم اخواتي وحبايبي اللي هم اليوتيوبرز اللي زي تمام، وفي منهم مشاهير يا جماعه اول مره هكلمهم قدامكم في الفيديو بتاع النهارده، وهعمل فيهم المقلب، ولو المقلب ما مشيش عليهم اعرفهم ان احنا بنصور فيديو كده يعني عشان ما يحصلش مشاكل، عشان هم مشاهير وكده يعني تمام. وقبل ما نبدا الفيديو يا جماعه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان نعمل لكم تحديات وحاجات اجمد من كده بكتير، بس وصلونا 2000 مشترك وانا هظبطكم فيديوهات وتحديات ومقالب وطرش الطرش تمام. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنخش على اول واحد معانا في الفيديو بتاع النهارده، يلا بينا. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنخش على اول واحد، جوفاني اخويا وحبيبي، وده يا جماعه هيبص هيوجب معايا يا جماعه في الفيديو بتاع النهارده. بصراحه جدع والحق يتقال تمام، وانا مفهمه يا جماعه عشان المقلب يظبط شويه، مفهمه من نص ساعه كده ان انا في مشاكل بيني انا وابويا تمام. وانا دلوقتي يا جماعه اكلمه هقول له ان انا اتطردت من البيت دلوقتي مش لاقي حته انام فيها تمام، رميها يعني بمعنى اصح، وهنشوفه هل هيتجاهل الموضوع وهيكرف لي بمعنى اصح ولا هيبقى ليه راي تاني. يلا بينا نشوف وتابعوا معانا. دلوقتي المفروض هنرن على اول واحد، جوفاني زي ما انا قلت لكم. جوفاني اهو، يلا. دلوقتي يا جماعه هنرن على جوفاني. انا يا جماعه اول مره اكون قلقان، هنعمل بس ميوت، اول مره اكون قلقان في فيديو اقسم بالله. الو. ايه يا روح مالك يا ابني؟ ايش الكلام في ايه؟ اهم حاجه حصل حاجه يا اسطى، والله ما عارف اتكلم ازاي يا اسطى، حاجه خرا. اغسل وشك كده يا عم وكلمني وانا معاك. هو يا اسطى انا مش في البيت اصلا دلوقتي. انت فين؟ يحصل مشاكل وحاجه خرا يا عم، اقسم بالله الواحد ما عادش طايق العيش. ايه يا ابني ايه اللي حصل؟ يا اسطى كل شويه مشاكل مع ابويا يا اسطى وحاجه زباله، وسبت له البيت كله ومشيت، مش عارف اروح فين دلوقتي. ايه يا ابني؟ يا اسطى مش انا عمال بقول لك يا اسطى كل شويه يجي يشد معايا وحاجه، يعني مش عارف اعمل ايه تاني، مش عارف اعمل ايه. عملت كل حاجه وبرضه يا اسطى بيتخانق معايا، صليت وعملت كل حاجه وبرضه. بسبب ايه طب؟ ما انا مش عارف يا اسطى، كان متضايق، ودلوقتي انا في الشارع مش عارف اروح فين ولا اجي منين. هو عم طب اطلع سرح وخلاص. عم متعصب من حاجه؟ لا يا عم انا ما ينفعش اروح البيت دلوقتي ومش عارف اروح فين. انت عايز انت حاجه؟ لا ابوك مش هيسيبك في الشارع، هيكلمك لا يا اسطى والله يا عم حصلت كتير يا عم، ما كانش بيرن عليا. طب يا ابني مشكله بسبب التصوير او حاجه؟ يا عم مشاكل في عيشتي كلها يا اسطى. بقول لك ايه يا اسطى، قول يا عم. ممكن اجي لك دلوقتي، والله ممكن اركب مواصلات واجي لك. طب تعالى والله بجد بكلمك بجد، والله يا ابني في مواصلات عندنا، ممكن اركب واجي لك على طول. ماشي. اجي فين بالظبط؟ ما انا مش عارف انت فين، احنا كنا المره اللي فاتت لما قابلتك اول مره كنا متفقين، دلوقتي انا مش عارف. مش عارف ولا بامانه. طب تعرف يا اسطى تتصرف؟ طب اديني رقم بابا. يا اسطى وقت رقم تكلم ابويا ايه يا عم، ده ممكن يزعلك انت كمان. يا عم لا خلاص يا عم، انا ما انتش عايز اروح البيت خلاص يا عم، لو انت مش عايز تقابلني في اسكندريه خلاص يا عم. يلا لو هتيجي يلا بينا، بس هل دلوقتي في اساسا قلت له عشان الساعه؟ يا عم في مواصلات يا عم. ماشي فين؟ قول انت وهتيجي فين؟ هركب يا عم من متغمر الاسكندريه على طول. طب انت تيجي الساعه كام؟ يعني قول ما انا استعلقك معايا، انا على ما اوصل الساعه 1 بس عادي مفيش مشكله، هجيلك الساعه 1. هجيلك لحد محرم بيه صح؟ هتعرف ولا صعبه؟ يا عم هجيلك يا عم، هنزل اسكندريه واركب مشروع. مش عارف يا عم، انا خايف احسن تقول انا كده لازم اجيلك انا. طب ما اعمل ايه يا اسطى؟ جوفاني يا جماعه، والله جوفاني جدع اقسم بالله، ده التوب ده في قلبي. لو انت هتتفرج على الفيديو انت اخويا اقسم بالله يا جوفاني. الو. ايه يا اسطى؟ حمو انت لو هتيجي مع اسمه ده، لو هتيجي محرم بيه او اسكندريه انا هجيلك لغايه عندك بقى. خلاص لا يا اسطى، بص يا اسطى انا هركب وجايلك اهو. محطة مصر؟ هجيلك محطة مصر. طب ماشي، تواصل معايا ظبط مع فارس وجايلك دلوقتي. طب بقول لك ايه؟ ده مقلب يا اسطى. مقلب يا اسطى وانا بصور عشان ما تشتمش. سكت. انا خدت الصدمه وانا ربنا كنت رايح. والله يا جماعه انا اقسم بالله انا عمال بقول لهم قبل ما ارن عليك جوفاني ده جدع، جوفاني والله اقسم بالله بصور، والفيديو ده هينزل بقى وهتشوف كل حاجه وتصورها. خلاص بقى عشان اليوتيوب. ايه التمثيل ده؟ ايه رايك يابا؟ لا يا ابني ايه ده يخرب بيت الفجر يا اسطى، ايه ده؟
بس ايه رايك دخلت عليك؟ وربنا ما ورك، انا كنت رايح اكلم ابويا وفارس وظبط لك الدنيا. لا يا عم انا قلت اقول لك بقى علشان ما تروحش تخرب الدنيا. وربنا يا ابني كنت رايح اكلم فارس وعندي شقه كنا نقعد فيها ونسهروا. ايوه يا عم عارف يا عم، والله عارف انك جدع يا اخويا. انت بامانه اخويا ميدو. بس بقى على الناس. اشتركوا بقى عشان ميدو بيعمل لكم تحديات ومقالب شديده، والجديد شديد ولا راحه ولا الراحه. زي ما اقول لكم جوفانا اهو يا جماعه، واتقل يا جوفانا، ده احنا لسه هنرن على ناس تانية، ده انا ممكن ارن على فارس دلوقتي، بس ما تكلمش فارس ولا تقول له على حاجه. لا مش قايل له على حاجه، بس جامد قوي. ايه ده يا ابني، ايه ده اوف. ماشي هروح انا بقى اكمل الفيديو. تمام خلص الفيديو هكلمك. تمام ماشي تمام يا قلبي. اشتركوا بقى عشان ميدو. بص يا جدعان وربنا انا صدقني كنت هنزل له، هو عارف شيء والله يا اخويا عارف، والله عارف يا اخويا، انت روح قلبي والله، وانا عارف انك كنت هتعمل كده. الله سلام بقى. سلام يابا، سلام يابا. زي ما قلت لكم يا جماعه جوفاني اقسم بالله محترم جدا. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنرن على فارس صاحبه اللي هو بيطلع معاه في الفيديوهات وصورته هتظهر قدامكم. تمام دلوقتي بقى تاني واحد في الفيديو بتاع النهارده هو فارس، يلا بينا. دلوقتي يا جماعه المفروض ان تاني واحد في الفيديو بتاع النهارده فارس اللي بيطلع مع جوفاني في الفيديوهات بتاعته. تمام واتقالوا يا جماعه عشان في يوتيوبرات كبيره جايه بعد فارس، اتقالوا واللي جاي شديد. تمام دلوقتي نرن على فارس، بنرن عليها اهو. دلوقتي بنرن على فارس يا جماعه الساعه 10 وصعب جدا، صعب، انا مش عارف ردة فعله هتكون ايه الصراحه. الو 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 يا فارس. ايه يا حمو الاخبار؟ كله تمام يابا، انت عامل ايه؟ الحمد لله. مش حاجه ولا يا اسطى حصل موقف بايخ قوي ومش عارف اجيبها لك منين يا اسطى. ده موقف ايه؟ والله بكلمك بجد. ايوه يا اسطى معاك حاجه. بص يا اسطى احكي لك على الموقف ده وما تروحش تقول لحد يا اسطى. ايه ده، ايه اللي حصل؟ دلوقتي يا اسطى انا دلوقتي قول يا اسطى في ايه؟ دلوقتي يا اسطى المفروض ان انا اتخانقت مع ابويا دلوقتي وشديت معاه، مش عارف اعمل ايه دلوقتي. جيت معاك؟ يا اسطى شديت معاه واتخانقت معاه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه، وطردني من البيت ومش عارف اروح فين دلوقتي. ايه ده يا عم صل على النبي. طيب عليه الصلاة والسلام يا انت في اسطى. ايه يا اسطى بتتعيط وبتاع؟ مش عارف يا اسطى اعمل ايه، مش عارف يا اسطى، انا جبت اخر يا اسطى من الدنيا دي كلها. ايه يا عم اهدى يا عم صل على النبي. ده في ايه؟ يا اسطى لا ايه يا اللي اسطى حصل؟ لا ايه يا اللي اسطى وصل الحكايه كده؟ يا اسطى دلوقتي يا اسطى يا اسطى قول اهدى اهدى. دلوقتي يا اسطى انا اتخانقت معاه النهارده بسبب التصوير وكل حاجه مش نافعه في عيشتي كلها. مش عارف يا اسطى اعمل ايه وعمال يتخانق معاه عشان التصوير ومش عارف ايه، وجبت اخر يا اسطى انا جديت بامان. فاهم قصدي. مش عارف اعمل ايه دلوقتي، والله ما عارف اتكلم معاك دلوقتي يا فارس. اهدى يا عم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. ينفع اجي لك دلوقتي اسكندريه؟ ايه اسكندريه ازاي؟ انت معاك اللي تيجي بيه؟ يا عم معايا فلوس يا عم، انا معايا فلوس، هركب مواصلات واجي لكم على طول، انا مش عايز اروح البيت ده تاني، لو روحت ابويا يا عم طب ايه ده؟ طب هتتحل الحكايه. يا عم لا اقسم بالله حصلت معايا كتير، وابويا اتخانق معايا ساعتها. يا عم اهدى صل على النبي. لا عليه الصلاة والسلام يا اسطى، بس والله ما هعرف مش هعرف اروح البيت خالص. طب طيب هات ابوك يا اسطى، ممكن اكلمه. يا ابني اجيب لك ابويا فين يا ابني؟ انا في الشارع. انت في الشارع؟ انا في الحاره بتاعتنا. طب انت ايه اللي نزلك يا حمو؟ يا عم ما انا بقول لك طردني من البيت واتشديت معاه ومش عارف اعمل ايه دلوقتي. طيب يا اسطى اطلع انا هكلمه لك. طب يا اسطى تعرف انا ممكن اجي لك عادي، لو اجي لك وتقابلني انت وجوفاني ماشي. المشكله والله يا اسطى انت تنور اسكندريه، بس المشكله ان انا ما انا عارف والله يا اسطى، وعارف ان الوقت متاخر، بس مش عارف يا اسطى اعمل ايه واروح فين واجي منين وانام فين اصلا، وابويا لو طلعت المره اللي فاتت لما كان بيطردني كنت بروح عند ستي اللي هي امي ابات عندها، دلوقتي ستي في السعوديه هي وجدي. مش عارف يا اسطى اعمل ايه. اجيلكوا يا اسطى انا يا اسطى قدام المحطه بتاعه العربيات دلوقتي. محطه العربيات؟ اروح اكلم جوفاني. طيب بص هقول لك حاجه. قول يا اسطى. انت معاك كام؟ يا عم انا كنت نازل ومعايا 300 جنيه كده. ما ينفعش تروح تقعد في اي حته بيت وبتاع، اصلك انت قبل ما تجيلي بيبقى فيها كام ساعه. بس هجيلك عادي، ممكن اجي واروح لجوفاني هيكلمني يعني وكده ولا ايه بالظبط؟ يا حمو والله انت لو الصبح هشيلك فوق راسي، المشكله مش في كده. ماشي يا اسطى خلاص انا هتصرف اروح. لا اسمع بس اصبر يا عم لا خلاص يا عم، خلاص هروح انا في اي حته، انام في الشارع يا عم.
يا عم يعني ايه تروح في الشارع؟ يا عم ما اعمل ايه يا اسطى، ما انا مش لاقي حته انام فيها. يعني ايه خلاص هتروح فين انت يا حمو؟ هروح في اي حته يا عم، في اي داهيه تاخدني. في يا عم صلي على النبي يا عم، انت في ايه يا عم؟ يا عم متضايق يا عم، الواحد لو مات احسن. طيب بص اقول لك حاجه، قول يا اسطى. انت هتيجي هنا اسكندريه؟ اجيلك يا اسطى والله. خليك معايا ثواني، خليك معايا ثواني. يا جماعة فارس اقسم بالله جدع برضو، فارس جدع بس ايه يعني، مش عارف اوصفها لكم ازاي. هي دلوقتي الجو بالليل ومش عارف، هو ردة فعله اكيد يعني، واهله في البيت وانا ما ينفعش اروح في البيت طبعا، ما ينفعش. سامعني كده يا اسطى؟ سامعك يا اسطى. طيب بص هقول لك حاجه، انت معاك اللي يجي اسكندريه؟ ايوه يا عم معايا، وممكن اوصل انت في الدقرية تقريبا. تعال اسكندريه يا اسطى، انا هقعدك في حته حلوه. تقعدني فين طب؟ ما نطلع بقى هناخد اي اوضه بقى في اي فندق بقى ونعمل ايه؟ والله يا اسطى انت جدع يا اسطى، والمقلب دخل عليك وبصور فيديو كمان. صور فيديو؟ اشتمك ولا سيبك؟ لا ايه ده عشان اليوتيوب. انت ماده طيب. بس ايه رايك في الحوار؟ يوتيوب ها؟ بس ايه رايك يابا؟ انت كنت بتعيط يا اسطى في الاول. لا انا معلش انا. ايه رايك في تمثيلي؟ والله العظيم انا كنت بلعب جيمين، كنت في الجيم لقيتك بترن بقول الو تمام، لقيت بتعيط يا ابني في ايه يا ابني؟ بس ايه رايك يا اسطى في المقلب، حلو ولا ايه؟ لا ده كان الصراحه. موافق نزيع؟ نزيع يا باشا. خلصانه يا حب، انا لسه مكلم جوفاني قبلك. ماشي يا تمام. خلصانه قال لك يا حاجه ولا دخلت عليه برضه وكان وقال لي تعالى. لا لا يابا. قسما بالله. والله يا عم عارف ان انتوا احلى اخوات في الدنيا، انتوا اخواتي. اخويا عايز حاجه يا قلبي؟ حبيب قلبي يابا، ما تحرمش مني. ناقصك حاجه؟ لا يابا كله تمام. انت عايز حاجه؟ لا سلام يا سلام يابا. فارس برضه يا جماعه اقسم بالله توب التوب ومحترم، والباقه بتاعتي قربت تخلص، فمش هعرف اكمل الفيديو ده، فنلحق نخلص بقى. مروان شد حيلك معاه كده يا مروان. ويا جماعه اقسم بالله لحد دلوقتي الاثنين كله تمام، جوفاني وفارس رجاله اسكندريه تمام. دلوقتي المفروض ان احنا هنخش على مين دلوقتي؟ يلا بينا. دلوقتي بقى يا جماعه هنخش في التقيل. دلوقتي هنخش على يوتيوبر كلكم بتحبوه وكلكم عارفينه، هو بيسو توين. اللي هيسالني انت جبت رقمه منين؟ طبعا يا جماعه مفيش حاجه تغفل على العبد لله تمام. دلوقتي المفروض ان احنا هنرن على بيسو، جبت رقمي بطريقتي، جبت رقمه هو بطريقتي انا، واول تعامل ليا انا وهو هيكون في المكالمه اللي انتوا هتسمعوها دلوقتي تمام. ويا رب الفيديو ده يعدي على خير. انا مش عارف ايه اللي انا بعمله ده، بس كله لاجلكم، واي فكره فيديو في دماغكم اكتبوها لنا تحت في الكومنتات. ودلوقتي المفروض ان احنا هنرن على بيسو. بسم الله قبل ما يسيب لي. دلوقتي بنرن على بيسو. دلوقتي يا جماعه انتوا هتسمعوا صوته دلوقتي عشان ما تظنوش ان انا بحور. تقريبا الرقم غلط ولا ايه مش عارف. الو ايه يا قلبي؟ بيسو توينز معايا؟ يا قلبي انا بحبك يا اسطى والله، ومتابعك وكل فيديوهاتك. اخويا حبيب قلبي. بس بقول لك ايه، اتفضل. هو انت في طنطا دلوقتي؟ لا في القاهره. بس انت راجل كله تمام يابا، واحنا بنصور فيديو دلوقتي. موافق ان احنا نذيع المكالمه دي؟ يا عم زي يا عم. بس بقى على الناس، قول اي حاجه للناس. وقت يا جدعان اعملوا لايك وسبسكرايب للراجل الجدع ده. اخويا يا بيسو والله. حبيب قلبي. اخويا يابا. اسم قناتك ايه بقى؟ اسمي ميدو فلوجز 1. ماشي انا هخش اعمل لك اشتراك دلوقتي. ماشي، وشاور عارفني برضه ها؟ ماشي. خلصانه يا ريس. سلام. سلام يابا. يا جماعه ما رضيتش اعمل في المقلب في بيسو، يقول لي انا ما اعرفكش انت مين، فهيكشمحني في المكالمه، ممكن ما يحصل كلام بذيء انتوا ما ينفعش تسمعوه. فدلوقتي المفروض ان انا عملت كلمته اللي هو عادي كده عشان اعرفكم ان هو رقم بيسو، رنيت عليه وكلمته تمام. دلوقتي يا جماعه بيسو محترم قسما بالله، وهيخش يشوف الفيديو دوت وممكن يعمل تعليق كمان، وهو من اكتر اليوتيوبرز المصريين تواضع، اكتر يعني متواضع يعني فاهمين. دلوقتي بقى هنخش على واحد كمان من تيم الشوارجيه، ده اخر
اخر واحد في الفيديو بتاع النهارده. يلا بينا دلوقتي يا جماعه. اخر فرد معانا في الفيديو بتاع النهارده وده اخويا وصاحبي برضو يا جماعه، بس انا بقالي كتير ما كلمتوش. تمام. ديشا يا جماعه اللي بيطلع مع عمر شاور في الفيديوهات، اكيد انتوا عارفينه يعني، وصورته هتظهر قدامكم. تمام. دلوقتي المفروض ان احنا هنرن عليه، هنعمل فيه بقى المقلب ان ابويا طردني من البيت ومش هلاقي حته انام فيها، وهو هنشوف هو هيقول ايه. تمام. يا ترى هيبقى هيستجدع معانا، هيقول لي تعالى بيت اخوك ومش عارف ايه، ولا هيقول لي انا مالي ومش عارف، وهيسحب نفسه من الموضوع يعني. رن على اخر واحد. ما تنساش لحد دلوقتي لو انت بتتفرج على الفيديو حط لايك وسبسكرايب، ولا بينا نخش على ديشا. نرن على ديشا روح قلبي. يلا بينا. واللي هيسالني برضه يا جماعه جبت دي رقم ديشا منين؟ ده صاحبي واخويا، والمفروض ان انا قابلتهم قبل كده وكنت بكلمه على طول. الو. يا ديشا. يا حمو. عامل ايه يا ديشا؟ ايه يا قلبي انت عامل ايه؟ كله تمام يابا. ايه الدنيا معاك يا عم؟ ايه يا عم اخيرا سألت. معلش يابا والله الدنيا ملطشه معايا اليومين دول. وحشتنا يا حمو. وانت كمان يابا والله. ايه يابا؟ بقول لك يا اسطى في مشاكل دلوقتي مع ابويا ومش عارف اعمل معاه ايه، ودلوقتي كنت بشد معاه مشاكل ايه؟ بقى كنت في عركه معاه دلوقتي يا عم، واتخانقنا مع بعض وشدينا، ودلوقتي انا سبت البيت ومشيت. سبت البيت وايه؟ ومشيت يا اسطى. سبت البيت ومشيت وانت فين دلوقتي؟ يا عم انا في الشارع دلوقتي يا عم ومش عارف اعمل ايه. ايه يا ابني بتعمل كده يا ابني؟ بتعمل مشاكل مع بابا تمشي بره ليه يا ابني؟ يا اسطى يا حاجة اسطى عليا يا ابني. يا اسطى مش عارف اعمل ايه يا اسطى. طب اهدى بس كده يا عم انت فين؟ يا عم انا بعيط يا اسطى، بعيط مش بضحك. لا يا اسطى اتجو حسن. يا اسطى لو طلعت هيموتني يا اسطى. يا عم انا بموت. يا عم لا يا عم اطلع يا عم. طب يا اسطى انت في طنطا دلوقتي؟ انا؟ اه. لا انا في قطر. تعمل ايه في قطر؟ نازل قريب طنطا. تعالى لي قطر يا هيجي لك قطر ازاي يا اسطى؟ عم. تعالى اركب طيارة. هو انت في قطر معاك مين طيب؟ ايه؟ معاك مين في قطر؟ انا معايا الرجالة كلها هنا والله. نازل طنطا قريب اهو بعد بكره ان شاء الله. طب اعمل ايه يا اسطى في الموضوع ده؟ انت روح تاخد العلقة فاهم واطلع بقى ماشي فاهم؟ خلصانه يا عم. بقول هو لك انت بتسأل ليه يعني هو انا في طنطا؟ كنت هجيلك يا عم. يا عم لا يا عم انا سافرت خلاص رحت مشيت. ماشي يا اسطى. بقول لك روح بقى روح عند اي حد تاني. ماشي يا اسطى اروح عند حد تاني. بقول لك ايه؟ فيديو يا اسطى. تمام. والمقلب دخل عليك. الايه؟ المقلب. مقلب ايه يا اسطى؟ مقلب يا اسطى بقى. ما مشي الدنيا يا ديشا بقى. كده مقلب؟ يا ابني ايه ده عشان اليوتيوب. يا عم ماشي. ما سيبك يا محمد. يابا مشي الدنيا بقى يابا. قفل في وشي يا جدعان. معلش يا جماعه اللي حصل في الفيديو الشتايم اللي هو قالها ديت، بس عشان ديشا عصبي شويتين. لو شفنا هيكسحني دلوقتي يا جماعه. انا مش هرن عليه تاني عشان لو رنيت عليه تاني هيسيب. فدلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، ولو عايزيننا والفيديو ده لو جاب قسما بربي لو الفيديو ده عدى ال 2000 لايك لرن لكم على عمر شاور نفسه رئيس الشاورجيه كلها، واكيد كلكم بتحبوه. هرن عليه وهعمل فيه المقلب ده. هو عارفني طبعا، فهرن عليه واقول له انا عايز اجي عندك الفيلا اقعد معاك يومين وكده يعني، وهنشوف هيقول ايه. تمام. طبعا ديشا يا جماعه كان بيقول ان هو في قطر، بس هو مش في قطر وكده يعني، هو عنده شاور في الفيلا بس هو هرش المقلب. تمام. فبكده يا جماعه المفروض ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.